من أقوى أفلام جاكي شان يا إخوان، وهذا الجزء الثاني اللي هو رش أور 2 مع الأسمر كارتر اللاسع اللي ولا حبة. قصة جديدة ومهمة جديدة فجأة بلاقوا حالهم فيها. واسمع الفيلم أكشن كوميدي من اللي بيحبوا قلبك وزيادة. خلينا نشوف شو القصة ونشوف قصة الأكشن القوي اللي فيه. يلا يا إخوان بلشنا. بتبلش القصة بتفجير بالسفارة الأمريكية بالصين، وهذا الحكي بيخلي الموضوع إنه في عصابة وراها. أخونا كارتر ولي قاعدين بيغنوا، بقول له شو تعشت امبارح؟ والله بقول له نمت خفيف عامل رجيم عشان موضوع السكس باكس والبطولة. بوصل تليفون للي إنه لازم تروح على نادي ليلي لأنه في عصابة اللي فجرت السفارة الأمريكية هناك. لي بدخل والأمور تمام، وكارتر يا اخوان ملوش دخل في الدنيا، قاعد بغني هل تعرفون من هو همتارو، لحد ما يجي جاكشان ويقول له ولك احنا في مهمة، ولك احنا بندور على عصابة يا مفضو، ولك ايش اقول لك، لحد ما يلاقي العصابة وطيران لي وراهم عشان يلقطهم، لانه هاي الخنزيرة هي اللي بتكون ورا القصة هي واللي معها. وهون يا اخوان بديش اقول لك عن الحرب الاهلية اللي بتصير في هون، قصب مص مربوط ببعض عندهم يسموها اشي خيزران ولا المهم، حرب اهلية مع ضرب وبوكسات وتكسير، بس بتشمطوا بالطير وبتوقعوا. ولما يجي كارتر كالعادة يساعد بخبص الدنيا، بزيد 100 كيلو على 80 كيلو لما تشمطوا على راسه وبوقع، وبنزلوا اثنين بعد ما تتقطع الحبال، وبتيجي يا اخوان سليمة بس على الخفيف، يعني في اصابات رباط صليبي على الخفيف. بوصل خبر للي انه رئيس العصابة بيكون متردد على محل مساج، يعني شغل تدليك وهيك. بدخل جاكي شان ابو لي وكارتر اللي بيكون بقول له هذا هو رئيس العصابة، بدي اروح اكسر وجهه، بقول له يا زلمه مش هيك القصة، بروح بكسر له اللابتوب، وهون بتصير مصيبة. يعني انت شو بدك هسه، هي هيك الدخله، بقول له معلم بدنا اياك، بقول له طب اخلص من الشباب الطيبه. وهون يا اخوان في كمان حرب عالميه اولى، ببلشوا ببعض بوكسات وشلاويط، اسمع اللي بدك اياه، حجاب حاجز، عندك اعصاب، عندك قفص صدري بوقع، كمان جاكي شان انتم بتعرفوه يا اخوان بالقصص هاي. وكل هذا الحكي عشان كارتر يتفلسف ويروح يضرب رئيس العصابة. شو بدك فيه، هذا له اجراءات طيبة. وبعد كل الضرب بالاخر بوكلوا قتله عشان نروح لمخفر الشرطة، وهم داخلين يا اخوان يعني مشلحينهم كل اوعيهم وماكلين قتله وداخلين. وبنفس الوقت لي بقول له انت مين قال لك تحمل هيك، بقول له انت الحق عليك، انت اللي نصحان مش عارف تضرب. نقاش بنقاش، وكمان على لي في يعني ضغوطات انه لازم تحل الموضوع، ولسه لي طالع من مركز الشرطة عشان يصير انفجار بالمكان اللي فيه كارتر. بنفس الوقت كارتر بكون اصلا يا اخوان طالع بدور على اشي ياكله، بده يروح على تبع المساج، هذا بتعرفلوش مخه شمال، يعني هو قاعد بدور على اكل، وجاكي شان حزنان وزعلان مفكروا انه تفجر وقاعدين بواسوا فيه. بنفس الوقت كارتر بيلاقي العصابة طالعين بسيارة، رئيس العصابة طالع، فهذا اللي بيخليه يركب تاكسي ويلحقهم. وبنفس الوقت جاكي شان قاعد بيسمع آلة ولعبت يا زهر، وبيحاول يهدي على حاله. بالنهاية الاثنين وصلوا على اليخت اللي موجود فيه رئيس العصابة، كارتر بالتاكسي، وليلي مسخم قاعد بيلعب زي طرزان بيمشي لحد ما يوصل ايش اليخت. وهذا قاعد بنكش مخاته عبين بقول لها انا صاحب اليخت هذا كله وصاحب المصاري، وليلي مسخم قاعد بدور على مين، على رئيس العصابة. فجأة مين بيلاقي بوجهه؟ بيلاقي بوجهه كارتر. بقول له يا زلمه انت عايش؟ بقول له ليش بتعيط؟ بقول له لا ولا شيء، كنت بقطع بصل. ايش مالك زلمه انت مجنون؟ لحد ما ياخذوهم ويقولوا لهم رئيس العصابه بده يحكي معكم. رئيس العصابه بقول للبنت المسؤول اللي معه، هاي بدنا نسميها هيام مثلا، نسميها هيام، بقول لها روحي انا بدي احكي له قصه ما تتدخلي انت. بقول له اسمعي يا لي، انا يا اخوي ماليش دخل، انا هذا الحكي كله وانا ما فجرتش، انا هم لبسوني في قصه، انا زلمه مسخم، وراح اقول لك على كل اشي بالتفصيل، وراح اقول لك على رئيس العصابه، وراح اقول لك على كل المسؤولين عن التفجير. بتدخل هي بتقول له انت اللي بدك تخوننا، بتشمط رصاصه بتقتله. وبتصير كمان مره حرب عالميه تاسعه، بتبلش بوكسات وشلاويط، حتى الموضوع يا اخوان بصير خطر، بتشمط وبتوقع له طاحونه العقل هون لكارتر، وبتغليها هي، بتشمط قارب وبتطير. اللي صار بيخلي المسؤول عن لي وكارتر يقول لهم كل واحد على بلده، انت استقيل وانت على امريكا، لانه انت اللي قتلت الرئيس العصابة، لانه هو كان قاتل ابوك بالزمانات، يلا انتوا اخلوا مسؤوليتكم عن المهمة وما حدا له دخل. وهون معلم بيصير احباط، بس كارتر بيقول له معلم شو رايك احنا نشتغل على راسنا ونروح نراقب البنت اللي هي اسمها هي. بقول له والله انا قدها، يلا اوكي. وهم قاعدين بيراقبوا بيلاقوا انه وصلت قنبله لوحده كرنيبه، هاي نسميها الكرنيبه يا اخوان، هاي وصلها ظرف، بفكروا انه في قنبله لانها ان اجت من مين، اجت من هيام. بروحوا طيران على الفندق، باخذوا القنبله وبيطلعوا على السطح، ارميها ترميهاش، بقتل الناس ولا ارميها ترميهاش، لحد ما تيجي الكرنيبه وتقول لهم يعطيكم العافيه، هاي المصاري مزوره مش قنبله، وانا بشتغل معكم بالشرطه، بس انا من خرطه عامله حالي من العصابه عشان نلقط اللي دخل الماكينه تحت التزوير. والدليل انه هاي المصاري مزوره، لما تحرقها بتضوي احمر. وبدلهم على مكان واحد كان يتعامل مع العصابه واعطوه مصاري عشان يعرف من وين جاب المصاري. وهذا اللي بيخلي كارتر ولي يروحوا عند الاسمر ويقولوا له معلم شو الوضع، من وين جبت المصاري؟ بقول لهم اسمع انا ولا بعرف مصاري ولا مش مصاري. بقولوا له معلم راح ينضحك عليك، اسمع مني.
وبعد حكي كثير معلم بقرر الأسمر يدلهم على مكان الفندق اللي صار فيه الاجتماع وأعطوه المصاري هناك فيه. وأول ما بدخل ويعرف الاستقبال إنه شرطي بروح ركاب طيران عشان يبلغ مين العصابة. ولي وكارتر وراه بيلاقوا بوجههم هيام بيقولوا الحمد لله على السلامة، شو وين كاينين؟ بوكلوا قتل يا إخوان، وبربطوهم 6000 ألف كلاشن، بربطوهم بحطوهم بشاحنة كلها تماثيل وبكونوا جنب بعض. ليه بقول له معلم أنت قديش صار لك مش متحمم؟ ريحة عرقك قتلتني. بقول له يعني أنت اللي ريحة عرقك عاد؟ بقول له فكنا هسه بعدين نتفاهم هذا الموضوع. ليه اللي هو جاكي شان بيستعمل خاصية القرد الصغير هاي، اسمع اخوان ما بيستخدمها الا بكم من فيلم، بيقطع الحبل وبفك حاله وبفك كارتر عشان يتفاجئوا انه المصاري موجودات بالتماثيل. كارتر باخذ ربطتين بقول له عشان الايام الصعبة اللي جاي. كل هذا والكرنيبة مفهمة هيام انه هي مع العصابة، احنا امورنا تمام. بوصلوا والشاحنة قاعدة بترجع، الشباب بدهم ينزلوا التماثيل. افتح الباب يا ابو الغوالي، بيفتح الباب ما بلاقي الا اثنين بوجهه، بوكلوا بوكسين. بيطلع بقول له طلعني، بقول له وين؟ طب وقت طلعني يا ولك، بقول له انا مش قلت لك طلعني؟ بقول له اسمع تعال ننزل من تحت من المجاري عشان نطلع من هاي المكان كله لانه الموضوع شكله زبالة. بضلهم يمشوا في المجاري لحد ما يطلعوا يلاقوا حالهم قدام نادي ليلي هم بالاصل بدوروا عليه. اخوان خلاص المخرج زبط لهم الليلة على هذا الحكي، وبالفعل معلم بزبطوا امورهم، بفقعوا لبس وبروحوا بدخلوا عند البني ادم هذا اللي قاعد بلقي كلمة، وبكون هو كمان شريك مع مين؟ مع رئيس العصابة في تزوير المصاري، ناهيك عن التفجير اللي صار. بيجي لي بقول له اسمع معلم اعمل لك ضجة، انت لعبتك الهبل، اعمل لك هبل عشان اقدر ادخل انا واشوف وين مكان الخزنة ومين رئيس العصابة الحقيقي عشان نلقطه. والله فعلا معلم عمك كارتر ما بكذب خبر، ببلش يتهبل لحد ما يقدر جاكي شان يدخل بطريقة او بالثانية عشان يوصل المكان اللي هو معروف. وايش بدك انت بالاشياء اللي بيعملها، بس بنلقط بالكاميرات هاي بتكون المشكلة اللي هو مش منتبه عليها. بدخل يمين بشمال وبيحاول قد ما يقدر ما حدا يمسكه، بس بالاخر بنتبهوا عليه وببلش يضرب فيهم واحد واحد. خزاين بتفتح خزاين بتسكر لحد ما تيجي هي وبتقول له معلم يعطيك العافيه هذا الكعب 43، بتحط قنبله في ثمه وبتقول له اقعد قاعد لفقع وجهك. بتاخده وبتروح لرئيس العصابه، وبنتفاجئ انه رئيس العصابه ما مات انطخ على القارب، لا وبقول له معلم شكلك راح تموت زي ابوك، كيف قتلت ابوك راح اقتلك. وهون بتكون المصيبه انه كيف هذا قدر يكون عايش ويكون متفق مع مين؟ مع هيام. ولما الموضوع يصير فيه تفجير للي في وجهه مين تتدخل؟ الكرنيبة، وبتصير حرب أهلية خلص ببطل فيها. أنا معاك هسا بدنا كله بيلعب على المكشوف، وهيام بتكون بدها تفجر القنبلة خاص بتكره لجاكشان، وجاكشان بيحاول قد ما يقدر يحط ثمه جنب خدها عشان إذا تفجر يتفجروا اثنين مع بعض. وهذا الأهبل إبصر قالب الزير سالم بعرفش، بيجي عليه بقول له معلم القنبلة، ولك القنبلة شيلها من ثمي ولا هو هون، ولك شيل القنبلة ولا هو هون، لحد ما يشيل اللزيق وجاكشان يتف القنبلة والكرنيبة بتفجر. بس بتصير قصة بس لسه ليبا ماتش. بقول له أنا قلت لك، بقول له ما سمعتكاش أنت بتحكي هندي مش صيني، شو بدك خد طويل معلم. بعد التفجير بضل عندك كارتر مع هيام بقول لها شو اللبس الحلو هاي بدي أفقع وجهك، وجاكي شان بيطلع يدور على رئيس العصابة. يا إخوان هاي هيام مش قليلة خنزيرة، عبارة عن حدا بني آدم متدرب صح. كارتر منيح بس بنفس الوقت بيلعبش سيف، هو مش أيام الجاهلية، بيحاول معها قد ما يقدر لحد ما الحظ يلعب معاه لكارتر. كيف؟ متذكرين $1000 اللي أخدها وحط رزمة المصاري في الجاكيت؟ هاي الرزمة لما تيجي هيام تشمطه بالسيف هي اللي بتحميه، وبنفس الوقت بتوقع بشمط السيف في رقبتها وبتموت. بقول لها شكرا انتوا اللي خدمتوني. نتركهم ونروح لمين معلم؟ لرئيس العصابة اللي بشوف شريكه ماخذ المصاري وبده يهرب. بقول له وين معلم؟ بقول له لا بدي اوصل بس هنا يعني اشتري كم من غرض للبيت. بقول له للبيت؟ طب انا الكليه بدي اخليها تسلم على الحجاب الحاجز. بصمته وبوقع على الارض بموت. بدخل عليه جاكشان بقول له معلم يعطيك العافيه انت هيك خلصت، انا لازم تتسلم للعداله، انت قتلت ابوي وقاتل 900 واحد غير ال 400 اللي بالصين. بقول له معلم طب روق حالك انا قتلت ابوك. بحاول يستفز جاكشان، بحاول يستفزه عشان يقتله، وكارتر بيقول له لا تقتله احنا بنسلمه للعداله. بنرفز كثير جاكشان، بضرب السلاح، بحاول يهرب رئيس العصابه. جاكشان بشمطه دبل كيك ثلاثيه الابعاد، بيطير وبنزل السباحه وين؟ على سياره الشرطه. وبده يخلص الفيلم، لا معلم بتيجي هيام بدها تفجر القنبله، وهذا اللي بخلي كارتر ولي بالجاكيتات وينزلوا شوي شوي على الحبال، وبنفس الوقت بكونوا بدهم يشمطوا بسيارة إسعاف. بس جاكيشان بحلها، وقبل ما يروح أسنانهم بالسيارة برضو بيناموا على الأرض وبتكون الأمور تمام. بآخر الفيلم يا إخوان بيجي الرئيس بقول له الله يعطيك العافية، وبتيجي الخبيث الكرنيبة هاي بتقول له أنا بحبها، بقول لها اطلع من راسي أنا بدي أروح فكنا منك. وكارتر بقول له معلم متذكر المصاري اللي أخذناهم، شو رأيك نطلع شمة هواء يعني شوي هون على جبل الويبدة؟ بقول له لا على المالديف. بقول له زلمة الويبدة منيحة. وهون معلم اثنين برقصوا وبيخلص الفيلم على الكامل.